طبعا يا جماعة النهاردة عندي شغل كتير جدا. عايزة اقول لكم ان احنا هنا كنا ليلة العيد، وانا فضلت اشتغل في البيت لغاية، يعني عايزة اقول لكم الساعة متأخرة جدا. يعني عايزة اقول لكم ان انا اكاد اكون في اليوم ده ان انا ما نمتش اصلا. ونزلنا رحنا صلينا العيد كمان، فكنت رجعت بقى تعبانة جدا. فاهم حاجة ان انا اخلص كل حاجة يعني. كل حاجة ناقصة تتعمل. يعني ليلة العيد دي بتطلع لك حاجات كتير جدا، اللي هو ايه، لا ده انا لسه ما ظبطتش مش عارفة ايه، لا ده انا ما حطيتش مش عارفة ايه. لا لسه مثلا ان انا ده هكنس الارض، لا لسه مش عارفة هدخل التويلت احط الفوطة واحط صابونة واحط مش عارفة ايه واعبي الشاور ومش عارفة اعمل ايه. بصوا حاجات كتير جدا جدا، اللي هي الحاجات النهائية اللي هي بتديكي بقى في الاخر نتيجة ايه، ان انا خلصت خلاص والبيت على استعداد لاستقبال اي ضيف ولاستقبال العيد. وبتبقى فرحة كده في الاخر يا جماعة. يعني بنتعب كستات بيوت، بس الحقيقة بتبقى حاجة حلوة في الاخر. يعني انت تبقي كده قاعدة اول يوم العيد، الله يعني على الجمال وعلى الحلاوة والترتيب والنظام. فعايزه اقول لكم بقى ايه، ان انا يعني في اليوم ده فعلا اتقطمت حرفيا. بس الحمد لله يعني كله يهون في سبيل ان الولاد يكونوا مبسوطين، واي حد يخش بيتك يعني يقول بسم الله ما شاء الله، اللهم يعني بارك هذا البيت من جماله ومن نظافته ومن حلاوته. فاهم حاجه يا جماعه، تبقي قاعده كده في بيت نظيف منظم مرتب. يعني ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا جميعا، واي حاجة تطلع من تحت ايدينا يعني زي الكتاب ما قال. انا بقى يا جماعة مشكلتي ان انا بحب اعمل كل حاجة مظبوطة قوي. يعني تلاقوني حتى ممكن ايه يعني اعملها واخلص وكده، بس تاخد مني وقت زيادة شوية. في ايه، لا ده دي مش مظبوطة، لا ده التكوة دي مش جاية يمين، لا ده مش عارفة ايه. فبصوا بعمل الحاجة مظبوطة قوي، يعني بدقة غير طبيعية. فدي ميزة وعيب. يعني ميزة ان انت بتطلعي الحاجة تمام جدا مظبوطة وزي الفل، والحاجة من ايديكي تطلع زي الفل. بس بترهقك انت بقى، ترهقك انت نفسيا وجسديا. تلاقي نفسك ان انت تعبتي واتقطمتي، وفي نفس الوقت قاعدة تقولي لا لسه كذا، لا لسه كذا، لا مش عارفة هعمل كذا. بتتعبي بقى، بتتعبي جدا يعني. بس الحمد لله يا جماعة كل شيء بيعدي وكل شيء يهون. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة يا رب كده واحنا بألف خير. طبعا هنا يا جماعة كنت خلصت بقى الأول سرير معايا، فرش السرير الأول.